في فيديو النهاردة هنتكلم عن 5 فوايد خارقة للتمر، ويمكن ما كنتش متخيلة قد إيه الفاكهة الصغيرة دي قوية ومفيدة لجسمك وصحتك، خصوصاً لو بتلعب رياضة أو مهتم تبني جسم صحي. أول فايدة: التمر مصدر طاقة سريع ومثالي قبل التمرين. التمر غني بالجلوكوز والفركتوز، وهم أسرع أنواع السكريات اللي الجسم بيقدر يحولها لطاقة فوراً، وده بيخليه خيار ممتاز قبل التمرين لأنه بيرفع مستوى النشاط بدون ما يعمل تقيلة في المعدة، وبيزود قدرة العضلات على الأداء. عشان كده لاعبين كتير بياخدوا 2-3 تمرات قبل التمرين وبيحسوا بفرق كبير في القوة والتركيز. تاني فايدة: التمر بيساعد في تحسين الهضم وتهدئة المعدة. التمر مليان ألياف غذائية بتسهل حركة الطعام في الجهاز الهضمي وبتقلل فرصة الإمساك. كمان بيساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم لأنه بيخلي امتصاص الطاقة يحصل بشكل تدريجي. لو بتعمل دايت أو نظام تضخيم، وجود ألياف في يومك شيء مهم جدا، والتمر بيقدمها بطريقة طبيعية ومن غير أي إضافات صناعية. تالت فايدة: التمر بيغذي الأعصاب ويدعم النشاط العقلي. التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهم معادن أساسية لوظائف الأعصاب. البوتاسيوم بيساعد في انتقاضات العضلية ومنع التشنجات، وده مهم جدا للرياضيين. غير إن المعادن دي بتقلل التوتر وبتحسن الإشارات العصبية، وده بيخلي تركيزك أحسن وحالتك النفسية أهدى. رابع فايدة: تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات. التمر فيه مضادات أكسدة قوية زي البوليفينولات، ودي مواد بتحارب الالتهابات وبتحمي الخلايا من التلف. تناول التمر بانتظام بيساعد جسمك يتعامل مع الإجهاد والتمرين العالي، لأنه بيقلل تأثير الشوارد الحرة اللي بتطلع بعد المجهود، يعني تعافي أسرع ومناعة أقوى وأداء أفضل. خامس فايدة: التمر مصدر مهم للفيتامينات والمعادن اللي بتدعم الجسم كله. التمر فيه فيتامين B6 اللي بيساعد في إنتاج الطاقة، وفيه الحديد اللي بيعزز تكوين الهيموجلوبين، وده بيساعد في نقل الأكسجين للعضلات بشكل أفضل، وده معناه قدرة أعلى على التمرين ونشاط أحسن خلال اليوم. كمان فيه النحاس والمنجنيز، ودي عناصر بتدعم صحة العظام وإنتاج الهرمونات الطبيعية. الخلاصة: التمر مش مجرد فاكهة رمضانية، دي قوة غذائية كاملة. بيدي طاقة، بيحسن الهضم، بيقوي الأعصاب، بيرفع المناعة، وبيدعم الجسم بالمعادن والفيتامينات الأساسية. ضم التمر لغذائك اليومي هيفرق جدا في صحتك وأدائك في التمرين وحالتك النفسية. ولو عايز فيديوهات أكتر عن التغذية والصحة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.